اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعادة، كل سنة وانتم طيبين. أحلى وأجمل أخوات في الدنيا وأحلى وأجمل متابعين. النهاردة إن شاء الله هقول لكم حاجة. أنا أول يوم أرتاح من الشغل، يعني أول يوم أرتاح من المطبخ النهاردة. إزاي؟ تعالوا نشوف هالدورة بنتي عملت إيه. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا، بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. بجد الفيديو ده حلو قوي، يستاهل كتير جدا جدا اللايك والمشاهدة الكاملة. اول حاجة طبعا احنا دلوقتي بنحضر المرقة او الشوربة بتاعة الفراخ. كل الحاجات اللي انت ممكن تحطيها في الشوربة هي حطتها في الشوربة، بس انا طبعا اللي كنت بحط قدام الكاميرا علشان ايديها بتقول يا ماما مش عايزة ابان. المهم ان هي عملت محلول ناقع جميل قوي قوي قوي، هي اللي عاملاه. وطبعا حطينا بصل هنا وتوم وطماطم وفلفل، وهي كان طبعا هي اللي كانت بتناولني الحاجات دي، بس عشان انا بصور فعصرت الليمونه كده. صدقيني الليمونه ديت خرافه في الشوربه، خرافه، ممنوع الزفاره نهائيا. طبعا الجريل موجود وعملت صدمه للفراخ. وطبعا احنا قلنا على محلول النقع اللي هو خل وليمون وملح ودقيق، وثبته حوالي اكتر من نص ساعه، وشطفته ونضفته. طبعا ابن الوز ايه، حد يكمل بقى يا جماعه. وبعد كده حطت تومية وهي بتشوح الفراخ. طبعا قلت لها ان هي هتنحرق معاها، هي بصراحة ادت لها نفس وحلو، وبس ايه خدت احمرار زيادة شوية. عندي هنا صينية بنحضرها علشان هنحط عليها اللبن وهنحطها، يبقى رز معمر في الفرن او رز مدسوس او رز باللبن زي ما بتسميه. عندي هنا الصلصة بتاعتي كنت محضراها من قبلها بيوم عشان ما يبقاش ايه صيام وارهاق وكده. وعشان طبعا المحشي مرات اخويا بقى الله يسترها معاها كانت عندي في رمضان وجايبالي كرنب متخزن. انا عندي متخزن بس يعني ايه، هي متعودة كل سنة تجيب لي كرنب كده، يا اما تخزنهولي يا اما تجيبهولي وانا اتخزنه. فهي المرة دي خزنته وجابته في كده في الفريزر وحطيته على طول في الفريزر. طيب انت عايزة الكرنب ما يتجلدش معاكي ويبقى ما يمطش معاكي وتحسي كده ان هو طالع من الفريزر بتاكليه ني كده، اول حاجه خالص هتعمليه حتى لو هو لسه فيه التلج، اسقطيه في ميه سخنه. مش عشان يفك، لا، اولا لما ينحط في ميه سخنه كانك لسه حالا سلقاه وجايباه من السوق وهتعمليه. طبعا بيبقى جميل جدا 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 زي ما انت شايفه معايا. انا بفكه بس كده وهياخد بس يا دوبك تسخينه بسيطه كده وهطلع على طول. حتى شويه ملح وبصات زي ما انت شايفه معايا هنا كده. بغطسه كده في الميه، وبعد كده هنشيله. بنتي هتدوره بقى هتنوني، هي اللي عماله تنوني الحاجات يعني، وهي اللي عماله والله بجد يومها تعبت قوي، هي اللي طبخه كل حاجه. بس هقول لكم انا عملت ايه. انا مجرد بس ان انا بساعدها وبباشر كده واشوف فعلا هي فعلا يعني بتقول يا ماما انا بعرف اطبخ. بس هي ما كانتش بتطبخ علشان ايه، امتحانات الكلية والدراسة وكل يوم وشغلها وكده يعني. كل شويه اقول لها انت ما بتعرفيش تطبخي، ما بتعرفيش تطبخي، تقول لي والله يا ماما بعرف اطبخ. خلاص يا ماما هطبخ لك يوم. بس بصراحة ابدعت. طبعا لما بتلاقي الحلة بتفور وكتير كده، عايزين نقول لها الدورة ما تزوديش المية كتير في الحلة. هولع العين الصغيرة شوية وهوطيها، وبعد كده هنقل الحلة الكتيرة. والمفروض ان هي ما شاء الله اللهم بارك يعني فراخ كانت كتير قوي في الحلة، يعني ما شاء الله اللهم بارك كانت مليانة. فالمفروض كانت جابت حلة اكبر من كده، بس كتر الف خيرها بجد يعني. ما شاء الله. حط لها لايك بقى واشتراك لو اول مره تشوفي قناتي. وبعد كده هنحش بقى، هنطلع الكرنب بتاعنا بعد ما خد 5 دقايق كده في المية السخنة، وبعد كده تطلعيه بقى كله. طبعا بما ان هو متفرزل ومتقطع وتمام التمام، فانت هتحطي كل الكمية كلها مع بعضها، يعني مش هتقولك ايه بقى ورقة ورقة ده يتكسر، لا، بالعكس بيبقى جميل جدا. وتسلم ايديها بصراحة، هي كانت سلقاه كويس وكرنباية زي العسل.
طبعا بيبقوا زارعينه في الارض بتاعهم، لا واخد كيماوي بقى ولا فيه اسمده ولا حاجات من دي. طعمه كان مسكر وجميل بمعنى الجمال بجد والله. خصوصا كمان بقى لما زودناها بشوربة هدورة اللي هي عاملاها ما شاء الله يعني. تعالي بقى نشوف بقى احلى حاجة عملناها النهاردة بجد، مش الطبيخ كمان، لا في حاجة حلوة قوي عجبتني هقول لكم عليها. عندي البولة هنا اللي كان فيها وحطيت عليها المصفى، وتعالي بقى ايه نساعدها كده ونعمل ايه صنف بسيط كده جنب ايه اللي هي بتعمله. في الوقت ده هي ما كانتش ما كانتش فاضية كمان، ده هي كانت بتعمل شغل تاني. حطيت هنا معلقة من الثوم المفروم اللي احنا فرمينه مع بعض، وجبت هنا بسلة من الفريزر عشان ما يبقاش ليها ريحة ولا يبقى فيها اي روايح لقطة كده ولا اي حاجة. بتحط عليها شوية خل وتغسليها مرة واتنين، صدقيني جميلة جدا جدا كأنك جايباها فريش لما تحطي عليها نقطة خل صغير. عندي شوية جزر، بحبها قوي بالجزر، وقلت اكترها شوية كمان واديها نشويات، واديها طعم مختلف مسكر كمان. حط عليها بطاطساية تخلي طعمها حلو. حطي البهارات بتاعتك كلها والملح وظبطي الدنيا بقى. بهاراتك بقى السبع بهارات والبابريكا وشوية فلفل وده اساسي وحبة ملح. طبعا بقوليات يعني كمون، لازم يبقى فيه كمون. صلى على الرسول واستغفري الله وما تسرحيش معايا، حطي لي لايك بقى بتحطي لايك بقى يا اخواتي. المهم زي ما احنا شايفين كده الحلة هنا حطيت لها ملح على فكرة، حطيت لها شوية ملح وما شاء الله يعني كمية بالصلاة على حضرة النبي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بحاول ان انا يعني اعمل منفذ ان انا اجيب شوية شوربة واحطهم على انا طبعا بما ان هي اتشوحت جامد فحطيت شويه شوربه في الاول الحق نفسي كده قبل ما تتلسع مني، وبعد كده احط الصلصه بما ان هي متسبكه ومتحمره وحلوه وجميله وزي القمر. وطبعا زي ما انت شايفه معايا هنا كده هحط كبشتين 3 هيظبطوا اللون هيظبطوا القوام معايا، هتظبطي كل حاجه كده. وهنسيبها نوطي عليها تاخد وتدي بشكل ايه، كملوا انتوا بقى شكل ودي. وبعد كده الصلصة اخدنا منها اللي مكفيها، وهنحط بقى شوية سكر. ده مش ملح يا جماعة، احنا حطينا ملح مع التوابل، ده معلقة كبيرة من السكر. انت بتحطي سكر على الخضار؟ اه يا حبيبتي جربي البسلة بالذات لما تحط عليها معلقة سكر، تحفة تحفة بجد تحفة بجد. حد يسأل سامح اختي. المهم الصلصة بتاعتك جاهزة، هتحطي عليها معلقة كبيرة من الثوم والخضرة بقى، توصي بالخضرة حزمتين خضرة كده ولاد ناس ومحترمين. عندي هنا السبع بهارات، وعندي هنا قلت لها بقى خدي صور. انا كل ده بصور بايد والله وبعمل بايد، يعني اول مره ما احطش على الستاند واشتغل. بقول لكم هالدوره هي اللي طبخه النهارده، انا بس يعني واقفه كده استعجاله بحيث ايه انا المساعد بتاعها النهارده. بحيث ان احنا نلحق نفطر على الفطار مش نفطر بعد العشاء. المهم زي ما انتم شايفين معايا هنا كده بنحضر بقى للمحشي زي اي ست بيت بتحضر للمحشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الزيت شويه زيت كده يفرفروا لك الرز من جواه ما يبقاش معجن. اهم حاجه الزيت. اوعى تحطي لي سمنه هيقوم جاي بارد من هنا يقوم جاي قافشلك من هنا، هتلاقي الصبح كده ايه زي العصايه. سمنه بقى سمنه. فنقطة الزيت بتفرفر الرز وبتخليه مفلفل، مش تفرفره، لا في ناس هتنتقدني في الكلمة دي بس انا بكلمكم على طبيعتي. طبعا قبلها بيوم كنت نقعة ايه اللي قدامنا ده، الترمس. سمحت حد بيقول الترمس. وغسلته وسلقته غلوة واحدة طبعا، وبعد كده غيرت عليه يومين، هو اصلا مسكر مش ممر، فيوم والتاني هتاكلي منه ويمكن في نفس اليوم. بعد كده بقى صفيته طبعا وخللت شوية وسبت شوية عدبين طبعا من بالليل الكلام ده. اوعي تنسي السوداني يا جماعة حطيته في الفرن على ما سخن شوية، وبعد كده جبت شوية مية ورشيته عليه. طبعا اللقطة دي ما جاتش، رشيته عليه طبعا بيتقشر هو جميل جدا. وارجع بعد
الفيديو ده بعد الفيديو ايه، احنا طبعا خدناه في البلكونه، ودي احلى حاجه بقى ان احنا خدناه في البلكونه ولفناه. وطبعا هدوره برضو اللي حضرت الرز وجابت لي، بقت تناولني بقى كل حاجه، جابت لي ايه، جابت لي الشوربه وزودته بيها. وطبعا السودان يا جماعه انا ما كملت لكمش اللي انا هقوله. السوداني بعد ما بيسخن شويه بحط عليه شويه ميه صغيرين، بس اسقه بميه صغيره كده كانك بترش عليه. وبعد كده بتحطي عليه ملح، ملح عليه كده، بيبقى طعمه جميل. وبعد كده بيسخن بقى وتابعي معاه وتوطيله خالص 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 الفرن. وطبعا حضرت لي صينيه الفراخ ما شاء الله اللهم بارك. حطيت تحتهم توم وبصل وفلفل وبطاطس رهيفة او خفيفة كده، علشان طبعا كل حاجة مستوية. طبعا كل حاجة اتحطت في الفرن واستوت ما شاء الله على اللون والشكل والطعم، تسلم ايدك يا هدورة. والنهاردة احلى يوم، انا ارتحت، اعتبر انا اول يوم مر عليا يوم وقفة اي عيد ان انا ما اطبخش حاجات كتير. لا بنتي اللي طبخت ما شاء الله يا جماعة، لا بجد بجد تستاهل لايك. طبعا ده ما كانش لسه احمر، مش هرده تاني في الفرن مع الفراخ وهيحمر وهيتشرب ويبقى زي الفل. طبعا في الوقت ده بجيب السمنة والزيت وبحط على وش الرز، وبتحطيه في دقيقتين برضو في الفرن وبترجعي تاني تحطيه. حطيت برضو شوية سمنة فلاحي، سمنة سايحة فلاحي على ده وده، وشوية زيت صغيرين على الرز. ودي اكلتنا النهاردة. اتمنى يعجبكم الاكل ويعجبكم الوصفات ويعجبكم اكله هدوره. لايك وشير وسبسكرايب للمطبخ رشا. بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمه في حياتي، احلى واجمل متابعين. وما تنسونيش في اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان تنضم لعيلتنا ونكبر بيكي ولي. بحبكم كتير، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. وطبعا احنا طفيت البوتاجاز الفرن خالص، هحط ده بقى يدوبك يتدفى بس، وبعد كده هنشيله. اشوفكم في فيديو